تحكم معانا يوم كامل في اسكندرية، من أول الفطار وتقعد وتروح فين لحد أكلة السمك، واللي مش مجرد أكلة في مطعم وخلاص، لأ دي تجربة مختلفة خالص عن المطاعم، من قلب أسواق اسكندرية الشعبية لحد الأكل على البحر مباشر. كل الناس بحرك لولي ورملك ماس، عمار يا اسكندرية. في السنين الأخيرة اتفتح كافيهات ومطاعم على البحر، بتكون قاعد فيها في قلب البحر حرفيا. يا ترى الأكل فيها بيكون كويس ولا لأ؟ والأسعار معقولة ولا في مستوى تجار المخدرات؟ البدايه زي ما انتم شايفين هنا في المطاعم او الكافيهات اللي موجوده في الالسنه الجديده اللي معموله على البحر. هنفطر طبعا ونشوف الفطار هنا سعره ايه والطعم بتاعه كويس ولا لا، وبعد كده نبدا نروح بقيه الاماكن اللي موجوده هنا في اسكندريه ونكمل اليوم معاكم. البدايه زي ما انتم شايفين كده مع الفطار الشرقي واللي موجود هنا في كافيه ريستوران اسمه وودز موجود هنا. طبعا طلبنا فطار شرقي عادي والسعر بتاعه على فكره بيعتبر مقارب للمطاعم الخارجيه، بنتكلم يعني في 90 جنيه. جبنه طبعا زياده عليه، طاسه الجبنه دي اللي بتعتبر حاجه من الحاجات المشهوره بقى اسكندريه هي طاسات الجبنه طبعا. خلونا بس نجرب الفطار والفول ونشوف طعمه عامل ازاي. الفول مضروب صح وطعمه كويس جدا. دايما في مخالفه ان الفول بتاع الكافيهات او المطاعم المفترض ان ما يكونش طبعا قوي زي المحلات اللي بره، بس طبعا الفول كويس جدا. كمان جبنا الطعميه اللي قدامكم ديت واللي طبعا طالعه سخنه في الجو دوت، فاعتقد انها حاجه كويسه جدا، طعمها كويس جدا. خلاص بقى نجرب طاسه الجبنه اللي جت ديت. طعمها جميل وطعم البسطرمه اللي فيها ظاهر، كمان صوص الشيدر فيها زياده شويه من ده، طعم كويس جدا. الاوردر كمان مع السلطه ديت وبطاطس فرايز وجايه سخنه. تجربه جميله جدا، حاولوا تجربوها لما تيجوا هنا في اسكندريه، هتبقى تغيير عن المطاعم المختلفه اللي كنا بنصورها لكم قبل كده. الفطار بيعتبر كويس على السعر ده، وطبعا احنا بنتكلم على افطار مش في مطعم طبعا تقليدي، بنتكلم على قعده زي ديت. الطعم بتاع الاكل مختلف جدا، والفيو والهواء اللي جنبك دوت بيخلوا تجربه الفطار فعلا مختلفه. وطبعا بعد ما خلصنا الفطار جه وقت انك تشرب المشروب بتاعك، وافضل حاجه طبعا بعد الفطار هي الشاي بالنعناع اللي قدامكم دوت على الفيو الجامد ده. القعدة بتعتبر مختلفة والأسعار معقولة على مكان بالشكل دوت، لكن اللي بيزود الأسعار هي الخدمة والضريبة كالعادة. خلونا نتحرك على المكان اللي بعده، السوق الشعبي. اسكندرية زي أي مدينة فيها أسواق للسكان المحليين، وهنا بيجي الفرق. أكلة السمك في أي مطعم بتتكلف مبالغ كبيرة، لكن الموضوع هنا مختلف كتكلفة وتجربة كمان. أول قاعدة هنا ما تشتريش من أول حد يقابلك أو يحاول يشد فيك، خد لفة واعرف الأسعار وامسك السمك بإيدك وشوفه فريش ولا لأ، وهل اللي تحت مختلف عن اللي محطوط على الوش ولا لأ. اشترينا صبيت واللي بيتم تنظيفه قدامك، كمان جندفلي واللي فيه منه أنواع كتير. جمبري لسه ادي كيلو. لا 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 جمبريه محترمه. الكيلو الاول 200 جنيه. زي ما انتم شايفين جبنا جمبري المفترض طبعا ان هو ازاز اصلي، السعر بتاعه 380 جنيه للكيلو. كمان جبنا كابوريا سعرها 140 جنيه للكيلو. جبنا سمك بوري طبعا الحجم بتاعه كبير شويه، فبنتكلم في 200 جنيه للكيلو. وكمان جبنا جندفلي وللاسف سعره ما بقاش زي زمان، بنتكلم طبعا في 200 جنيه للكيلو. وطبعا اهم حاجه طبعا السبيت ما نسيناهاش، واللي طبعا كان سعره 220 جنيه للكيلو، وبعد ما بيوزنوا طبعا بينضفوا ليه. هنا بنبدأ نسلم كل الأسماك اللي معانا ونحدد طريقة تسوية كل نوع منهم. كل حاجة بتتعمل حواليك وقدام عينيك، بتحدد مستوى التسوية اللي انت محتاجه وبتستمتع بالأجواء والتجربة. فضي وانقل على العتبة، فضي وانقل على العتبة.
وبعد طبعا مرحله التنظيف بتيجي المرحله الاهم والاكثر متعه، وهي مرحله طبعا التسويه زي ما انتم شايفين، سواء كان مقلي او مشوي بالرده، اي حاجه طبعا بتتعمل في السمك هتشوفوها هنا قدام عينيكم. دي بقى خلص بقى. كده كده. وكالعاده زي ما انتم عارفين بعد ما بنجيب السمك بتاعنا وكل الحاجات اللي احنا محتاجينها بنبدا نيجي هنا على الشاطئ المميز اللي قدامنا دوت، اللي طبعا قلنا لكم عليه قبل كده. بنبدا نحط الحاجه بتاعتنا على الترابيزات وبنقعد طبعا وبتاكل وبتستمتع بالمنظر. بتخلص محتاج تشرب اي حاجه بتقدر تشربها في المكان هنا. كمان طبعا الجزء اللي جنبنا دوت من الشاطئ هو رملي، لو حبيت ان انت تنزل تحت في الميه بتقدر ان انت تنزل، بس يمكن ميه اسكندريه مش بتستهويني قوي ان انا انزلها يعني. زي ما قلنا لكم طبعا بعد ما بنخلص التسويه والقصه دي كلها بنبدا نيجي نقعد هنا على الشاطئ ونبدا ناكل. جبنا طبعا زي ما انتم شايفين جمبري، سبيط، جندوفلي، كابوريا، اغلب التشكيلات البحريه يعني اللي ممكن تجيبها هنا، واللي بالمناسبه طبعا سعرها اقل بكتير ما تخش اي مطعم من المطاعم الفايف ستارز عشان تجيبها، بس طبعا هي مش رخيصه، المهم انك بتدفع قد تكلفه الحاجه بالظبط. اثناء التسويه هنا طبعا بتقدر ان هو بيسوي لك الجمبري بتاعك انك تطلع لك منه الشوربه ديت اللي خلينا ندوقها ونشوف عامله ازاي. الطعم بتاعها عظمه جدا، هي الفايده كلها بتاعت الجمبري كله تعتبر نازله هنا. كمان جبنا الجمبري دوت اللي مفترض ان هو بيبقى معمول طاجن واللي بيطلع منه الشوربه دي زي ما قلنا لكم يعني. بسم الله. الطعم بتاعه عالمي، بس هو الملح بتاعه قليل شويه، عشان كده حاولوا تطلبوا منه ملح او كمون زياده معاكم يعني. كمان جبنا جمبري مقلي بيسيب الراس والديل بتاعه زي ما هم. دايما الحاجات المقليه والقشريات بيجتمعوا مع بعض، بتلاقي الطعم بتاعهم ظاهر كتير جدا عن دوت. بعد كده كمان جبنا السبيط دوت اللي طبعا سعره مختلف عن المطاعم الكبيره، بنتكلم طبعا في 220 بالتسويه دخل في 300 جنيه تقريبا. الطعم بتاعه جامد جدا. كمان جبنا الكابوريا النيتي اللي قدامكم ديت، زي ما انتم شايفين البطروخ جواها عامل ازاي. طبعا الحجم بتاعها مش ضخم لكن مبطرخه زي ما انتم شايفين. الطعم بتاعها خطير خطير جدا. البطروخ كمان معظم الطعم قوي. البسله دي كمان من الحاجات اللي ما تحاولوش تنسوها، بتكون طعمها جميل جدا واقرب شويه للجمبري. كمان الجندوفلي ده اللي ما اعرفش ليه سعره وصل للمرحله دي بقى ب 200 جنيه، بس الطعم بتاعه جامد جدا. كمان عندنا هنا سمكه البوري ديت اللي طبعا اول ضربه فيها بتبقى من عند الظهر كده زي ما انتم شايفين، ده منظر اللحم اللي فيها. وطبعا السلطات عنده ما تنسوش طبعا البتنجان اللي بيعتبر تحفه جدا مع السمك. وبعد طبعا ما خلصنا معركه الاكل ديت بنقدر ان احنا نقعد نسترخي ونستمتع بصوت الموج وريحه البحر والجو الدافي دوت اللي هو طبعا قبل شهور الصيف اللي بتكون حر جدا. انتوا طبعا عارفين احنا بنحاول دايما نيجي اسكندريه هنا الاوقات اللي بتكون ما بين الشتاء والصيف. كمان هنا طبعا بيكون عندك كافيه لو محتاج انك تقعد فيها وانك تطلب منه اي حاجه تشربها وانت قاعد هنا وتقعد وتسترخي وتستمتع بالجو الجميل ده. طبعا احنا مش بندي البحر ظهرنا، لكن طبعا علشان بس نصور وتبقوا شايفيننا وشايفين البحر في نفس الوقت. وزي ما قلنا لكم طبعا بعد ما بتخلص هنا كالعاده بتبدا تيجي تقعد في الكافيه دوت اللي عندهم كل المشروبات سواء السخنه او البارده او حتى بعض انواع الحلويات. خلونا نقعد نستمتع بكوبايه الشاي ديت قدام الفيو دوت.
الكافيه اللي شفتنا طبعا كنا قاعدين فيه الصبح، على الرغم من انه طبعا حديث وبيطل على البحر بفيو افضل من اللي احنا فيه ده، لكن من الحاجات الغريبه ان فعلا الواحد ما بيرتاحش غير في الكافيه دوت. قدامك الشط التقليدي الطبيعي بالموج بتاعه، وانت قاعد هنا بينك وما بين الميه كام متر كده. اي نعم هناك بتبقى فوق الميه، بس هنا الموضوع مختلف وممتع جدا. القلعة مش مجرد آثار مشهورة بيه اسكندرية، دي حصن هندسي دفاعي، ومن قبله كانت منارة اسكندرية، واللي كان ارتفاعها ضخم جدا وقتها 120 متر، بترشد السفن للمدينة الضخمة ديت وبتوفر مراقبة للبحر والسواحل الشمالية، وكانت واحدة من عجائب الدنيا السبعة. لكن يحصل زلزال ضخم وتتهدم المنارة ويتبني بعدها القلعة. النهارده احنا موجودين في واحد من اشهر واهم المعالم اللي موجوده في اسكندريه، وهي القلعه. سعر تذكره الدخول للقلعه هنا هي 60 جنيه لو انت مصري طبعا، ولو انت اجنبي بيكون سعر الدخول 100 جنيه. اما طبعا الطلبه فكالعاده بيكون ليهم نص ثمن التذكره. القلعه واللي اتبنت مكان انقاض واحده من عجائب الدنيا السبعه القديمه، وهي طبعا مناره اسكندريه القديمه، واللي بالمناسبه حاليا مبنيه فوق جزيره. المكان اللي احنا فيه دوت بيعتبر جزيره مش جزء من الارض الخاصه بمدينه اسكندريه. زي ما انتم شايفين كده ده شكل السلالم هنا اللي بتنقلنا طبعا من دور للتاني عشان نبدا نستكشف بقيه القلعه فيها ايه. احنا هنا طبعا بنتكلم عن قلعه دفاعيه، بالتالي الجندي اللي واقف هنا وبيصوب الاسهم بتاعته محتاج فتحه بس يقدر يوجه منها اتجاه السهم. اما الفتحه من بره فلازم تكون ضيقه جدا علشان تقلل احتماليه وصول السهم ليه، اللي بيكون طبعا بيتم اطلاقه عليه من بره. علشان كده زي ما انتم شايفين ده المكان اللي بيقف فيه الجندي، وبعد كده طبعا بتلاقي ان المكان ده بيضيق لحد ما بتوصل هنا للمكان اللي بيخرج منه السهم. الدور ده زي ما انتم شايفين بيتكون من 28 غرفه، اللي طبعا كانت مهمتهم انهم يراقبوا اي سفن جايه بمسيره يوم واحد. يعني لو السفينه بعيده عن القلعه هنا بمسيره يوم واحد او بمسافه يوم واحد، يعني بيقدروا ان هم يشوفوها علشان يحضروا نفسهم. زي ما انتم شايفين كده ده يعتبر الغرف اللي موجوده في محيط القلعه هنا في كل اتجاه. كل غرفه زي ما انتم شايفين كده طبعا فيها المكان اللي بتراقب منه او بيدافع منه كمان الجندي. القلعه طبعا مكونه من جزئين، الجزء المربع اللي ورانا دوت اللي هو القلعه، جزء الاسوار اللي احنا موجودين فيها ديت واللي بتحوط القلعه من كل اتجاه، واللي طبعا بتضم مخازن السلاح واماكن سكن الجنود او الاقامه بتاعتهم. ورايا هنا طبعا هتقدروا تشوفوا الفتحات بتاعه القلعه من الداخل او غرف المراقبه والدفاع اللي بتكون داخل القلعه اللي فيها الفتحات اللي قلنا لكم عليها. القلعه طبعا زي ما انتم شايفين وزي ما قلنا لكم يعني بتكون في اكتر جزء بارز من الارض بتاعت اسكندريه، او مش ارض اسكندريه، يعني الجزء اللي هو طبعا اللي احنا موجودين عليها دلوقتي او اللي اتبنى عليها القلعه مكان المناره القديمه، بحيث ان هي تسمح بالاكتشاف المبكر لاي خطر او سفن جايه والتعامل معاها بشكل مبكر برضه.
المكان اللي ورانا زي ما انتم شايفين المفترض ان بيتم تجديده بالكامل، ما اعرفش هل هيتعمل فيه كافيهات ومطاعم زي ما بيتقال، بس اللسان الحجم بتاعه مش قليل، طبعا المفترض ان هو خلص والله اعلم هيشغلوا ايه هنا. الجزء ده طبعا مشهور بالمراكب اللي الناس بتقدر تركبها ويستمتعوا بالشكل بتاع القلعه قدامهم. اكتر حاجه مميزه وهو الناس هنا بدات تستخدم الدراما في الدعايه للاماكن السياحيه، يمكن دي حاجه من الحاجات اللي بتحصل طبعا في تركيا دايما، السبب جزء كبير جدا من السياحه التركيه هي الدراما التركيه. هنا وانت موجود عند القلعه هتلاقي الناس بتوع المراكب اللي هنا بيعرضوا عليك ان هم يودوك المكان اللي اتصور فيه العتاوله واللي هناك قدامنا هنا اهو.